في ولاية غرداية افتتح فرع جديد للزاوية القادرية بمدينة متليلي. السرح والديني الذي يعد قيمة مضافة للمنطقة شهد تكريمات للطلبة من حفظة كتاب الله. المزيد مع آمين شقبقب. في مشهد روحاني مهيب تعطرت أجواء الزاوية القادرية في متليلي بتلاوة جماعية عطرة امتدت من صلاة الصبح إلى غاية صلاة المغرب، ختم خلالها كتاب الله في جو من الخشوع والتضرع. نحن نحيي هذه السنة الحميدة التي ورثناها من عن الأجداد، فالحمد لله المن الشعب يعطي دروس يعني في الوطنية، فنحن مبرسنا ثورة التحرير وميثاقنا هو بيان أول نوفمبر. شهدت المناسبة تكريم الخاتمين لكتاب الله في لحظة احتفائية جسدت ثمرة مسيرة من الجد والاجتهاد في الحفظ والمراجعة. كنت أقوم بتكرار القرآن منذ صغري، واليوم توجت بختم القرآن بفضل الله، واليوم فرحة لا تعوض مع العائلة. واليوم توجني الشيخ الزاوية القادرية. الحمد لله في هذه الأيام المباركة وفي ختم الابن المعتصم بالله، ربي يحفظه إن شاء الله. بمناسبة العطلة الصيفية أرجو من الأولياء أن يحرصوا على أولادهم ويغتنموا الفرصة في حفظ القرآن الكريم. أنا جد سعيد وجد فرحان وفرحتنا كاع العائلة، وبمناسبة ختمها لكتاب الله إن شاء الله نتمنى تحفظ القرآن إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى لها مستقبل زاهر. نشكر المجهودات المبذولة من طرف المعلمين والطلبة تاعها والجمعية هذه اللي راهي قائمة، جمعية أحباب المصطفى. الزاوية القادرية بمتليلي منارة دينية شديدة ستسهم في تحفيظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة لدى الناشئة، محافظة بذلك على رسالة العلم والصلاح التي حملها شيوخ الزوايا في الجزائر.